قبل أن نبدأ، إذا كنت من عشاق النادي الإفريقي، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات لتصلك كل الأخبار أولاً بأول. الإفريقي يربك الأندية العربية. صفقات مذهلة وتعزيزات متواصلة تجعل الأحمر والأبيض كابوساً لبعض فرق ليبيا. شامبرز يعلن عن مفاجأة غير متوقعة قبل الديربي، مما يزيد الترقب والإثارة بين الجماهير. الأخبار الأخيرة تكشف عن أن فريق السويحلي حاول التغطية على هزائمه والتقليل من شأن الإفريقي عبر وسائل الإعلام بعد قضية أسامة الشريمي، إلا أن حقيقة الأمور بدأت تظهر للعلن. حتى الفريق الليبي حاول ضم المهاجم النيجيري أوتو جون من الإفريقي رغم أن الميركاتو مغلق في تونس، وهذه محاولات باءت بالفشل. المفاجأة الأكبر أن الإفريقي يستعد للتعاقد مع مهاجم أجنبي عربي في ميركاتو الشتاء القادم، ما يعني أن الفريق مستمر في تقوية صفوفه بشكل مدروس واحترافي. وعلى صعيد القرارات الداخلية، تم التأكيد على تعيين شمس الدين السويح على رأس فرع كرة الطائرة، بالإضافة إلى وجود خطط لتسمية مدير رياضي ونطق رسمي لفرع كرة القدم، مع إشارة قوية إلى أن عادل سليمي هو الأقدر لإدارة شؤون الفريق الرياضية، بما يضمن التنظيم والاستقرار داخل النادي. الأحداث لم تتوقف هنا. فيرجي شامبرز يعد بمفاجأة كبرى لأحباء الأحمر والأبيض، قرار سيوقف كل الأصوات الشامتة، وسيكون تزامناً مع مواجهة الديربي القادمة، مباراة ينتظرها الجميع بفارغ الصبر. الجمهور على موعد مع مشاهد مثيرة، لحظات حماسية داخل وخارج الملعب، وتعزيزات من شأنها أن تعيد الهيبة للنادي الإفريقي وتجعل المنافسين في حالة ترقب مستمر. اكتبوا لنا في التعليقات، هل تتوقعون أن تكون هذه المفاجآت كافية لإعادة الفريق إلى القمة؟ ومن اللاعب الذي ستكون له أكبر تأثير في المباريات القادمة؟